فساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. تمكنت دوريات الأمن بمنطقة مكة المكرمة من القبض على شخص لتحرشه بشخص آخر في محتوى مرئي، وذلك مخالفا لنظام مكافحة جريمة التحرش، وتم إيقاف المخالف واتخذت بحقه الإجراءات النظامية وتم إحالته إلى النيابة العامة. ربنا يهدي الجميع ويهدي كل عاصم مسلم. وقيل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الشخص الذي تم القبض عليه هو التيك توكر مودي جناوة الذي ظهر في محتوى مرئي مخالف للنظام العام. ومنذ أيام تم القبض على 4 مقيمين قاموا بالتحرش بشخص آخر، وذلك في محتوى مرئي، وكان هذا الشخص سائح أجنبي أندونيسي. ربنا يهدي الجميع. دمتم بأمان الله، والسلام عليكم.